مساء الفل عليكم و لايف من الساحل الشمالي. انا موجوده في مراسي ومعايا رفيقه الطريق الاسبوع ده العربيه الفولفو السي اكس الاكس سي 90. كنت قلت في ستوري اني هعمل ريفيو بتاعها دلوقتي، فحابه بقى ان انا اوريكم العربيه مبدئيا. خليني اقول ان سريعا كده ان الفولفو اعلى امان عن كل العربيات. طبعا عربيات كتير فيها سيفتي، بس عربيه الفولفو السيفتي بتاعها معروف على مستوى العالم رهيب. انا كنت يعني طول الطريق انا خدت قبل كده، طبعا جربت كذا فولفو من ضمنهم الاكس سي 60 وانقذت حياتي برضه على الطريق، لان هي شافت عربيه طالعه في وسط الطريق كانت يعني بتقطع الطريق العالمين فوقفت. هي العربيات الفولفو كلها كده. الحاجه الثانيه ان هي الماكسيمم سبيد بتاعها 180، بعد فوق ال 180 ما بتعديش، ما بتعلاش. فطبعا ده حاجه تانية من عوامل الامان اللي موجوده في العربيات الفولفو عالميا. احصائيه يعني مفيش ولا حاله وفاه حصلت جوه عربيه فولفو من بدايه فولفو عالميا على مدار يعني العمر يعني. فطبعا دي برضه من ضمن الحاجه. الاكس سي 90 بقى فيها فيتشرز جديده، يعني خليني اقول لكم ان الاكس سي 90 فيها فيتشرز جديده. انا حابه ان انا برضه يعني حابه ان انا انقلها لكم. ويمكن مش بس فيتشرز، ده انا في خاصيه. يعني احنا لما بنيجي نبقى نكون في العربيه او رايحين مشاوير، اهم حاجه عندنا الجي بي اس تبقى شغاله وتبقى تمام. العربيه دي انت مش محتاج توصل التليفون بسلك عشان خاطر الشاشه تشتغل او الجي بي اس يشتغل. هي اصلا فيها جي بي اس، بس خليني برضو هوريلكم يعني مبدئيا كده يعني خلينا نشوف كده. ده المفتاح خطير بس اوكي. والعربيه هي من قدام برضو اوريلكم شكلها. الجنوط 18، وطبعا برضو بعد ان شاء الله اللايف ده هكتب كل السبيكس بتاعتها وهعمل بوست فيه صور وفي المواصفات بتاعتها كلها. خليني اقول الاكس سي 90 هي واحده، احنا بتتفتح طبعا بالتاتش في الاربع بيبان. ثانيه واحده، ايوه بس كده. بس انا مش عارفه ليه متعلق بس كده. هي اتفتحت بالاربع بيبان بسنسر، يعني بتفتح من اي باب مجرد ما المفتاح. ودي طبعا حاجه احنا عندنا، يعني احنا الستات بنحب نقعد ندور بقى الشنطه مليانه حاجات، فانت حطي المفتاح وانس ان هي خلاص انت في المفتاح جنب الباب بتفتح من اي باب. تمام. هنا بقى اوريلكم هنا. طبعا ده الميموريز بتاع الكرسي. بتظبطي مثلا القعده بتاعتك وبتعمليها مثلا على 1 وبعدين تدوسي ميموري، فلما بتيجي لو حد ركب العربيه او اتغير القعده بتدوسي على 1 بترجع تاني القعده بتاعتك اللي انت اوريدي متعوده عليها او اللي انت هتركبها. هنا بقى كده اوريلكم بقى اولا مساحات التخزين. يعني هنتكلم عن مساحات التخزين. فيها 2 كاب هولدرز طبعا، دي برضو هنا. والتابلو بتاعها بيتفتح من هنا كده، الزرار هنا، وهنا دي الشاشة طبعا. خليني برضو هدور كده. بتدور من هنا كده اهو. بس هي بقى الجميل اللي فيها، هي اصلا وانس ان انت التليفون اتوصل بالبلوتوث خلاص انت مش محتاج سلك، كل حاجه واصله تمام. الجي بي اس هنا بقى اي حاجه بتكتبها هو جي بي اس منفصل، يعني ملوش دعوه بالتليفون. اي حاجه بتكتبها مثلا نكتب سي شور هايد بارك، اذا انا كنت موجوده فيها اهو. هي خلاص هي
اوكي، وانس ان انا عملت ستارت هي تمام جدا ماشي. وبرده حابه ان انا اقول لكم ان السكرين هنا، انا بس ايه عايزه البس الحزام عشان يشتغل يعني. اهو شايفين انا مجرد ما عملت درايف او whatever يعني حطيتها على استعداد هنا كمان في الجي بي اس. يعني انا كده المفروض عملت ايه درايف. هي طبعا مطلعه هنا ال 360، انا شايف العربيه من فوق في الشاشه عشان لو هرجع هطلع. ده دايركشن العربيه اللي عليه دلوقتي. انا همشي بقى الجي بي اس كمان قدام اهو، من قدام التابلو قدامي. لان انت النهارده لما مثلا فتحت اي حاجه هنا او بتدور على حاجه او الجي بي اس شغاله او سوري يعني اي ابلكيشن شغال، اي حاجه جوجل اسيستنت مثلا، اي حاجه شغلت اي ابلكيشن اهو هتلاقي هي الدنيا شغاله هنا وانت عندك الجي بي اس شغاله هنا. فطبعا انا دي بصراحه حاجه خطيره، يعني خطير ان انت تبقى التليفون واصل بالبلوتوث بس من غير جي بي اس. بس خليني اقول برضو ان هو الابل كار بلاي يعني لا، واللي طبعا الاندرويد بيوصل. بس زي مثلا عندي واحده صاحبتي بعتلي لوكيشن على الواتساب، فعايزه اخد اللوكيشن اشغله هنا، لازم ابقى ابل، ما ينفعش تبقى حتى لو اندرويد وبالوصله برضو ما اخدش اللوكيشن، لازم اكتب على جوجل المنفصل. فهي دي يمكن اكتر حاجه، عشان انا كمان اندرويد، هي دي اكتر حاجه يعني مختلفه او ازعجتني شويه. انا بناشد فولفو يعملوا كمان الاندرويد برضه، لان اندرويد شريحه مهمه جدا في المجتمع يعني. طيب نيجي بقى عند المميزات بتاعه العربيه. خليني اقول لكم احنا هنا خلاص عندنا هنا بقى ايه الكنترولز. في حاجه حلوه قوي عجبتني، عايزه بس اوريها لكم. اما بسوق شايفين ورايا الهيد ريست او المخادع بتاعت العربيه، مبدئيا 7 سيتس او 7 ركب عشان تبقوا عارفين. خلاص المخادع عندي هنا حاجه اسمها هيدسيت فولد من قدام، مجرد ما بدوس عليها هوريلكم بقى عشان تبقوا شايفين الهيدسيت دول بينزلوا. طبعا اللي ورا اوريدي بيبقوا اوريدي مقفولين، فعشان كده لازم يتقفلوا بايد، لكن الاثنين اللي ورايا بيتقفلوا بحيث ان هما عاملين ازعاج في المرايه ماشي. ده بالنسبه طبعا مساحه الشاشه حلوه قوي قوي الحقيقه يعني. وهنا بقى الكنترول كروز كنترول فيها ميزه حلوه برضو عجبتني، ان الكروز كنترول بثبت بعد ال30 بتثبت اوكي، من هنا بندوس هنا وبتزود وبتنقص السرعه 5 يعني 5 يعني بتزود 5 كيلو يعني، مش يعني لو انت عايز توصل لل100 بتبقى مثلا 60 65 70 75 بالخمسات. فدي طبعا انا شايفه انها حاجه حلوه جدا. مخارج بقى التكييف وانا سايقه، التوزيع الهواء في التكييف خطير، توزيع المايكات هنا الصوت حلو جدا. وبعدين الصوت ملوش ليفل معين، يعني بيعلى قوي. في 90% من العربيات بتبقى لحد معين ما ينفعش تعلى على الاخر، لا دي بتعلى جدا عشان بس ايه نبقى عارفين. خليني برضو اوريلكم هنا كده، ده كده الجزء بتاع السجاير والطفايه. هي طبعا صديقه للبيئه، بس يعني اقصد ان هي يعني الشاحن هنا، وفي هنا برضو شاحن. وخليني اقول لكم الشاحن هنا بتاع ده هنا ايفون، من ايفون لايفون، وهنا من تايب سي لتايب سي برضو. دي حاجه انا حابه اعرفها لكم. شوف بقى من ورا، اوريلكم العربيه من ورا. هنطلع ده كده وهنا كده عشان تشوفوا. فهي كده
حابه برضو اعمل حاجه من هنا برضو، هي نفتح خالص الايه من هنا، بنفتح الصن روف من هنا الجزء ده كده. تاني برضو نفتح تاني، هي بانوراميك صن روف. اوكي شفتوا معايا كل حاجه. هي الجزء الخلفي فيوميه، وطبعا فيها سبويلر سيلفر، وهنا اهي بصوا بقى. هنا بقى ايه الجزء اللي هو التو سيتس اللي ورا دول، اللي هو انا عايزه بس اوريكم اللي قاعدين مرتاحين. يعني جربت القعده اللي قاعدين مرتاحين فيها جدا. في هنا كاب هولدر ماشي. برضو عايزه اوريلكم الشنطه، وهما ما شنطه من هنا. طبعا انا حاطه يعني مجلات، بس تاخد شنطه سفر واحده، وممكن هاند باج صغيره اهي كده. خليني بقى اوريلكم لما اقفل الكراسي. بقت كبيره جدا. شايفين المساحه عامله ازاي؟ هنا يعني حاجه تانية برضو حابه اقولها عن العربيه دي. عرفتها انا طبعا، هم قالوا لي، بس انا حسيتها في الطريق. الكراسي مريحه جدا، كراسي مصممه يعني بطريقه تخلي الظهر مرتاح اهو، شايفين؟ وبعدين لما سالت قالوا لي تتجمع فريق طبي علشان خاطر يعني يعملوا كل المواصفات علشان الظهر تبقى. انا حسيت ان انا طبعا من كل حته، شايفين الحتتين دول والحته دي طالعه شويه سنه لقدام عشان خاطر كانك حاطط مخده. لا بصراحه رهيبه رهيبه والله، انا مش بقول كده، انا يعني انا على طول حياتي في العربيه، بس فعلا العربيه بالنسبه للقعده خرافيه خرافيه. عشان بس ايه بقولت الحته اللي هي لناس كتير طبعا بتشتكي من القعده. طبعا الشكل الامامي بتاعها عظيم عظيم. انا بالنسبه لي الفولفو يعني من الفيفوريتس كار، او العربيات الفولفو بالنسبه لي من العربيات اللي بحبها جدا. طيب العربيه دي سعرها كام وكام فئه؟ هي فئه واحده بس، سعرها 5,200,000. هي 2000 سي سي و300 هورس باور. هكتب كل بقى السبيكس بقى مكتوبه برضو عشان الناس اللي حابه تراجع حاجه مكتوبه هكتبها على اللايف. وده كان الريفيو للعربيه الاكس سي 90، والحقيقه انا كنت سعيده بيها جدا. وان شاء الله في الساحل عموما كل طلعه هيبقى غالبا معايا عربيه من العربيات بعمل لها تيست درايف. والاسبوع ده كانت معايا الاكس سي 90 خطيره. هسيب لكم كل حاجه على اللايف، وهسيب لكم اللينك بتاع فولفو كار ايجيبت وكل المواصفات. شكرا، باي باي.